حبوب منع الحمل المركبة اللي بناخدها لمدة 21 يوم، وبعد كده بنريح أسبوع لنزول الدورة، وبتاخدها أي واحدة تحت سن ال35، وبتاخدها أي واحدة بعد الرضاعة بعد 6 شهور، وبناخدها باستمرار وما بنلزقش الشريط في التاني. لازم نفصل أسبوع عشان الجسم يرتاح وتنزل دورة طبيعية. لو أخدناها بانتظام مش هتفشل، لو أخدناها يوميا، مش لازما ميعاد ثابت في الحبوب ديت. طيب مرتبطة بالعلاقة، يعني ممكن اخدها في ايام جوزي موجود وايام مسافر فما اخدهاش، لا ما ينفعش، هي بتتاخد بصفة يومية. هي بس ميزتها انها مش زي حبوب الرضاعة، فممكن تاخديها في اي توقيت في اليوم. ولكن من ضمن عيوبها نسبة الفشل، ودي نسبة ثابتة مع اي وسيلة منع حمل ان ممكن يحصل فشل. بس فشل الحبوب بيكون عن طريق بعض الأدوية الأخرى المتفاعلة معاها. لو حضرتك بتاخدي علاج لأمراض معينة زي الصرع أو علاج للمعدة، فممكن يقل مفعول الحبوب دي. أو حضرتك حصل لك إسهال أو ترجيع في خلال ساعتين من إعطاء القرص، يبقى دي أسباب فشل للحبوب. أو نسيتي الحباية، إذا لازم تراجعي طبيبك، هي دي اللي ممكن لو وقعت يحصل منها حمل. أو بداية الشريط من البداية ما أخدتهوش في الوقت الصح. فدايما لو حصل بعد الشريط دوت انقطاع للدورة، تحللي حمل وتطمني. ووارد ان يحصل الموضوع ده 3 دورات، بعد كده الشريط ده ممكن يكون مش مناسب معاكي.